لازم نضحي بكل ما نملك فداء لإيران. شوف الفيديو. حقيقة اليوم احنا لازم نقدم تضحياتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ليش؟ لأن الجمهورية الإسلامية تضحي بمنو؟ نضحي بعوائلنا بأهالينا كل أفراد عائلتي. لا أنت تضحي؟ مستعد أضحي، مستعد أعوفل وأروح للجمهورية الإسلامية. زين؟ ليش؟ لأن حقيقة هم أبطال دافعوا عنا. بال 2014 نص قادتهم وجت يمنا، قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس اللي هو الشخص العراقي اللي هو سابقا كان يعني قائد قوي يعني. زين؟ قاسم سليماني اللي استشهد دفاعا عن الوطن، يعني وبالاخير هسه يجيك يقول لك احنا ميليشيات. زين؟ فحقيقة هذا كلام غير مقبول، ونستنكر العدوان الغاشم السعودي الامريكي طبعا اللي هم ضربوا. يعني كل هاي التضحيات اللي مسويها هذا الذيل ويقول لك لسه لازم نضحي فداء لإيران. ضحيت بثروات العراق، بعت العراق، بعت كل شيء تملكه مشان انه ايران تصير باعلى مقامها، وانت باذل مقامك، ومع ذلك تقول انه لسه لازم نكون فدائيين لايران. على شنو؟ ومنو قال لك اصلا هي دعمت العراق؟ بالعكس هي سبب خراب العراق. يعني انت الان لا كهرباء عندك، ميت من الجوع، ما بي شيء ايجابي قدمت لك يا ايران. انطينا شيء ايجابي. ها وانت عدوان واريد اروح، يلا روح، منو ماسكك؟ انتم تسولفون يعني روح هذيك ايران، يلا خلي العراق يرتاح من اشكالكم يا والله.